بخير الحمد لله. اجي بلاتي، اجي فين غادي؟ مالك عاوتاني؟ جلس بلاتي بعدا، جلس بغيت نقول لك واحد الحاجه. نجلس انا؟ قلتي لي الاذكار انا قلتهم دابا بشويه كيما وصيتيني وصافي. دابا زعما ساليت، باقا كاين شي حاجه اخرى خصها تدار. اي بغيت نوريك واحد الحاجه اللي تي زوينه. دابا انت درتي اذكار ودرتي مع الطريقه الصحيحه، لكن كاين واحد المشكل. شنو هي؟ هذا المشكل اللي هو انك كتضيع لك واحد الحاجه اللي غادي تخلي ان الله يحبك. واسمعني مزيان، اولا من بعد ما كنساو الاذكار كنحاولوا نديروا النوافل. اييه. شنو هما النوافل؟ النوافل كاين بعض الصلوات كيتسموا السنن الرواتب. هاد السنن الرواتب هما نوافل كتصليهم. وهاد السنن زعما اللي قلتي دابا واش نقدر نصليهم كيما بغيت ولا وقت ما بغيت ولا كيفاش؟ عندهم اوقات ديالهم. كاين شي حاجه عندها الوقت وكاين شي حاجه ما عندهاش الوقت، تصليها وقت ما بغيتي. بالنسبه للحوايج اللي عندهم الوقت، عندك سنن الرواتب. اولا عندك 2 ركعات قبل من صلاه الصبح، وعندك 4 ركعات قبل الظهر و2 ركعات من بعد الظهر. ثم عندك العصر ما فيه والو، ثم عندك صلاه المغرب من بعد منها 2 ركعات، والعشاء من بعد منها 2 ركعات. اذا هادو كيتسموا السنن الرواتب. يعني اللي فهمت من كلامك كاين فيهم اللي عنده وقت وكاين فيهم اللي ما عندوش وقت، ياك؟ هيا نزيدك حاجه اخرى. حاجه اخرى هي ان كاينه صلاه الضحى اللي كتصلى في الصباح، يعني يمكن لك تصليها مع ديك 10 11، يعني هذا هو الجوي ديالها. صافي، باش ما نزيدش نعقد عليك الامور كثر، هذا هو السوايع اللي تقدر تصلي فيه. هاكا. اييه زيد. وكاين شي حاجه اخرى؟ ايوا نزيدك حاجه اخرى، هي ان يمكن لك تصلي صلاة الشكر، يمكن لك تصلي ركعات وقت ما بغيتي. غير هو حاول تجنب هذاك الوقت المكروه. هاكا. شنو هو الوقت المكروه؟ الوقت المكروه هو بعد صلاة الصبح وكذلك بعد من صلاة العصر. لكن يمكن لك تصلي في هذيك الوقيته الا بغيتي تصلي صلاة الاستخارة. صافي. ومن بعد انا قلت هذا الشيء هذا شنو نستافد منه؟ يلا. اذا هادو عباره عن سنن يمكن لك تصليهم ونوافل اللي غادي يكونوا سبب باش الله يحبك. ياك الله غيحبني انا، يا شحال زوينه. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا لا بغيتي الله يحبك حاول تكثر من النوافل، وحتى باش تجبر شويه هذيك الصلاه، لان كيكون الصلاه ديالنا فيها بزاف ديال المشاكل. اي تنقولوا الله اكبر وعقلنا كيمشي، الله يسمح لنا ويتجاوز علينا. صافي فهمتيني؟ وهذه خليها عندك وطبقها باش تمشي في حياتك مزيان ان شاء الله تعالى. لا صافي، انا ما باقيش نفلتهم. كيفاش تقول لي الله غيحبني وغنخليهم؟ راه ما يمكنش. ياك حنا بغينا الله يحبنا، لا حبنا الله، ديك هو كلشي. صافي لا كون هذا ما باقيش غنحاول نفلتهم. الله يجازيك بخير، هذا الخير اللي كدير فيا خويا راه ما عمرني داري. خوتي وخواتاتي، واش نتوما كنتو كتصليو بحالي السنن الرواتب ولا ما كنتوش كتصليوهم؟ اذا نتوما خوتي نسمعوا النصيحه ديال خونا، وتا حنا كاملين نحاولوا نبداو من اليوم هادشي اللي نصحنا به، لانها واحد الحاجه زوينه يحبنا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من تحبهم ويحبونك. السلام عليكم ورحمه الله.